سلام الله عليكم. طبعا شفنا في الفترة الأخيرة موضوع المانجا وما حصل من ترند وما حصل من فأنا حبيت أوضح بعض النقاط. يعني استغربت أنا من الحملة الكبيرة ذي موجهة على أصحاب المانجا. طبعا حصل أن في بعض الناس حصلوا أنه لقيوا ديدان وفي المانجا، وحصل يا أصحابنا اتقوا الله، يا خبري المفسبكين اتقوا الله في الذي بيحصل هذا، أنتم بتضروا المزارعين. لازم ان احنا اول شيء انا اعتبي على المفسبكين والدوله. اول شيء الدوله انا شفت لحد الان لنا تقريبا 3 ايام او 4 ايام ولا باي تصريح من الدوله ولا باي شيء. الدوله مش واقفه مع المزارعين. ما نش عارف، المفروض ان اول ما يبدا الترند الدوله تنزل تطمن الناس، والناس اطمنوا بالموضوع انه في ما فيش كلام الذي بتقوله. ثاني شيء عتبنا على المفسبكين انه نجروا مع الحمل بشكل كبير. يا خبر اتقوا الله في انفسكم، يا مفسبكين اتقوا الله، يا خبر الرب كلمه تودي بصاحبها 70 خريف في نار جهنم. ايش بتعملوا انتم؟ يا خبر انتم بتحاربوا المزارعين، المزارع ما عادش ناقص الترند حقكم. اذا حصل اي شيء المفروض تشوفوا الذي حصل، توقعوا انه قد يكون سوء تخزين، قد يكون حصل فعلا، ولكن مش كل المانجا الذي حصلت. اليوم الترند هذا يحصل في المانجا ويحصل في العنب والمنتجات، قد احنا بنشوف اسعار المنتجات في الارض. فما عبش داعي ان احنا، انتم عارفين ان بالذات المانجا خساره المزارع بتكلف ملايين. اذا خسر المزارع هذا مره ما عبي يقدرش ينهض في الموسم الثاني. الان المانجا ب 300 ريال، ب 250 ريال كيلو، وعادك بتقول لي انه فيها ديدان ولا فيها شيء. افعلوا اعتبارات للاشياء. الاقتصاد حقنا ما عادوش مستحمل ان احنا نفعل ترند ضد المنتجات الزراعيه. المنتجات الزراعيه بتكافح، المزارعين بيكافحوا. والله العظيم الذي فعلوا الترند الاخير حق المانجا لو نزلوا بس تهامش جلسوا اسبوع في مزرعه بيرجعوا يشوفوا كيف انه يستحي ينزل انه موضوع المانجا فيها ديدان ولا فيها اي شيء. انا اول يوم فتحت حصل ديدان، رجمتها، اشتريت يوم ثاني طبيعي. طيب ما انا بنحصل دود في الفواكه ولا في الخضروات طول السنه، ليش ما وصلت لعند المانجا يعني؟ وخلاص الموضوع اصبح مستفز. الاقتصاد حقنا ما عاد يتحملش ان احنا نضره فوق ما قدوه. احنا لابد ان احنا نضع ايدينا بايدي المزارعين. اليوم الترند على اصحاب المانجا، الترند على اصحاب العنب، الخضروات عدد والفواكه عدد ضرر بشكل كبير بالهدار حقهم. ثاني شيء انا اعتبي على الدوله كبير جدا انه لازم انها تكافح، مش بس استقوت ورفعت عضلاتها على الانستغرامين وعلى حاجه تفاهات وفلتت الذي هو بيضر الاقتصاد. اتقوا الله في الناس ولا تنجرش وراء الشائعات ولا في المانجا اي حاجه. والاقتصاد حقنا ما عاد يحتاج التفاهات هذا حق ذي وتحصل مع من المفسبكين. ونسال الله انه يعين المزارعين على المفسبكين اصحاب الترندات هؤلاء. وتحياتنا لكم، وان شاء الله انه ما نشوف الا كل خير، ونشي نشجع المنتجات الزراعيه، ونشي احنا ما بنكتفيش اكتفاء ذاتيا ولا بنكون من ثوار الثوره الزراعيه الا اذا وبعنا ما نقوله. وتحياتنا لكم ونتواصل على خير.